بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنخلي الليمون والزيتون. يلا نشوف الطريقة. كل سنة وانتم طيبين. دي هرسة شطة، انا كنت عاملاها فرماها وحطاها في الفريزر. ده الليمون بعد ما جبته طبعا وغسلته وسلقته نص سلقة، يعني غلوتين 2 عشان ما يتهريش. تشققيه بقى، اللي انت هتعصريه تعصريه، واللي انت هتعمليه بالعصفر اعمليه 4. وسلقته كله مع بعضه في ميه كتير علشان احنا مش هنرمي الميه. ناخد بقى العصفر والحبة البركة والملح والكمون. وعايزة تحطي شطة حطي، بس انا هستكفى بالفلفل اللي انا هحطه وهرست الشطة. ونحشي الليمون ونرصه في البرطمان، وتخلي الفتحة بتاعت الليمونة لفوق مش لتحت عشان ما توقعش الحشوة اللي جواه. هنحط الفلفل، هنقطع الفلفل نصين، عايزة تحطيه سليم حطيه براحتك، بس انا هقطعه نصين. الفتحة بتاعت الليمونة لفوق، وترصي راق الليمون وتروحي حاطة حبة فلفل كده، حسب بقى الكمية اللي انت عايزة تحطيها. لقيت قرن فلفل طالع توأم قرن فلفل توأم جميل، سبحان الله. اهو حبيت اوريلكوا شكله. ده الفلفل، بص شكله جميل، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وكده خلصنا الليمون، مليت البطرمان كله. وعايزه بقى اقفله كده بقرنين فلفل عشان الليمون لما احط الميه ما يعومش على الوش. فتحطي الفلفل كده سليم يقوم يمسكه ايه، ما يخلوش يقب على الميه. حاولي تحطي بقى 2 3 4 حسب ما انت عايزه، حسب ما تقفلي البطرمان. والاخر فات حبه من غير مش متعصفرين، يعني رحت حطاهم يشربوا منه. اهو بصي كده عشان الليمون ما يقبش مع الميه. هنيجي بقى للزيتون. الزيتون يا دوبك تشقي شق صغير بس مش تدوريها كلها. ده الميه بتاعت الليمون اللي احنا سلقنا فيها كده. نحط الزيتون راق، ونحط راق فلفل، ونحط راق ملح، وهكذا نحط راق زيتون وراق فلفل وراق ملح لحد ما نخلص الكمية كلها كده اهو. انا حبيت اوريكم بالتفصيل للبنات اللي هم لسه بيبدأوا التخليل، اللي لسه متجوزين. هو سهل جدا، انا الطريقة دي اسهل من اللي قبل كده. انا عاملة طريقة برضو عاملاها على القناة، اللي عاوز يخش يشوفها على القناة. نحط بقى الزيتون، ونحط برضو الفلفل. حطي بقى الكمية اللي انت عايزاها، ده ما فيهوش تحديد كمية يعني. نحط الفلفل ونحط رشة ملح، لازم مع الزيتون رشة ملح. كل راق تحطي، مش تقولي كتير لا، لان الملح ما بيبقى كتير بيمتص المرارة اللي في الزيتون، مش هيبقى حادق. ما تخافيش، انت بيتهيالك ان الملح كتير، هو مش كتير. اهو كده لحد ما نخلص الكمية كلها. كل راق تحطي ملح وتحطي الفلفل.
عايزه تحطي زيتون بتاع ده ليمون من اللي احنا سالقينه، حطي معاه ما يجراش حاجه، لان احنا مش سالقينه قوي، يعني سالقينه غلوتين اتنين بس. يعني انا شقاها نص شقه بس، مش مشققه لفه الزيتونه كلها، لا نص بس اهو. الميه بقى اللي احنا سلقنا فيها الليمون انا مزوده الميه، لاني هحط منها على الليمون وهحط منها على الزيتون، علشان ما احطش ميه. وعصرت عليها الليمون اللي انا سلقته، في حبه ليمون انا سلقاها نص، فتحها نصين، دي هعصرها على ميه الليمون. هنعصر نص الكميه على ميه الليمون عشان احطها على الزيتون والليمون، فانا مش هحط ميه تانية خالص بره. انا بقى غلطت في حاجه، جيت قفلت كله وجيت احط الميه بالهريسه، عملت لي مشكله. المفروض ما كنتش حطيت الليمون ده، وكنت حطيت الميه والهريسه الاول عشان ايه تنزل سهله. هي ضايقتني بقى وانا بحط، قلت لسه هفضي تاني، فيعني اهو صرفنا نفسنا. اه، المفروض بقى كنت حطيت الليمون ده بعد الميه. عملت بقى، خففت حبه الهريسه بحبه ميه بليمون. شوفي ده عشان ناقص البطرمان ناقص، فما عملش مشكله. التانيين عشان مليانين قوي ضايقوني بقى وانا بحط الميه. اه، المفروض خليته كده ناقص قبل ما احط الليمون وحطيت الهريسه. وبرده هنا قبل ما كنت اقفل خالص كنت احط الهريسه تنزل بقى براحتها على الميه. اهو، بس صرفنا يعني، شيلنا واحدتين ليمون وعملناه نزلناه اهي. علشان كده انا كبسته قوي، كان المفروض قبل ما احط الليمون نزلت كل ده. يعني انا احاول نتصرف. الجيش قالك اتصرف. قلنا نحط الشطة الاول، الهريسة، وبعدين نحط المية. وكده هنحط المية، دي مية الليمون اللي احنا غلينا فيها، يعني ما رميناش مية الليمون، هنحطها على المخلل، نحطها على الليمون ونحطها على الزيتون. انا مزودة الكمية علشان هحطها عليه، يعني مش هغلي مية تاني ولا حاجة، هي منها اهي. مش مشكلة، حتى لو نزل البذر مش هيعمل حاجة اهو. ده اللي ضايقنا بقى وانا بحط المية اهو. بصي جريت من الناحية التانية. عايزة نتنفس لها شوية.
والله هو سهل جدا، يعني مش محتاج تعب ولا حاجة. دي المية بتاعت الليمون، وعصرت عليها يجي حوالي كيلو من اللي انا سلقته وعصرته عليها، اللي هو خدت قشره ده، اللي هو حطاه. عامله لكم بكل الخطوات. وطبعا انا ميه الليمون حطيت عليها ملح وحدقتها، حطيت لها حوالي كيس ملح عليها ودوبته، وبعدين حطيته عليه بقى كيس ملح على ميه الليمون اللي احنا سالقين فيها الليمون، غير اللي اتحط في رقات الزيتون. يعني ده حاجة وده حاجة، اللي مع الزيتون حاجة واللي في المية حاجة تانية. وتحطش معلقتين سكر معاه مع الملح، معلقتين سكر كبار تدوبيهم مع المية والملح مع مية الليمون. ما تنسيش السكر عشان انا كنت هنساه. انا جنبي مية الليمون كل ما احتاج احط، يعني انا سلقة مية، يعني حاطة مية كتير، عاملة حساب ان احط على الزيتون وعلى الليمون. والليمون المعصفر برضو حاطه له ميه منها اهو. بس كده تمام. نعدل بقى، نحط بقى حبة القشر الليمون دول علشان يمنعوا الهواء ان يخش في البطرمان. وتحاولي برضو تحطي قرنين فلفل يمسكوا يا رب يعجبكم. كل سنة وانتم طيبين. سلام. ايه رأيكم بقى الحلاوة دي؟